بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. صفحة كواليس الأمة والوطن تباشر النشر مرة أخرى بهذه القناة بعد حوالي سنتين وبعد إغلاق القناة الأولى. الأسباب اللي خلتنا أو دفعتنا لنعود ننشر هو 2024 ومعه السؤال اللي يقول: إلى أين يأخذ الرئيس تبون الجزائر؟ السؤال هذا طرحناه لأنه رانا نشوفوا زوج حوايج راهم يمشيو اون باراليل بطريقة متوازية، واحد يخدم المواطن والاخر معاكسه. لكن قبل هذا بغي نقول باللي 2024 راح تكون صعيبه علينا بزاف داخليا وخارجيا. راح المواطن راح يشوف واحد الالغام، فاذا كان واعي وعنده بصيره سنجتاز هذا العام بخير وسيكون الانطلاق، والعكس سيكون الانفلاق او التفلاق. ولهذا نبداو اولا نسمعوا الرئيس تبون واش قال نهار كان وزير ونهار كانت العصابه محيطه به من كل جانب. اسمعوا معي. باللي المسجد ليه، المسجد ما داش وما يديش، فهمت؟ وشوف كان البليس مع بويغ مع هادي وتفهم كثير من الامور هذه. زايد من ناحيه اخرى تتصور يعني شكون يسمح لك باش حي لا بيجري مسمينا على جنرال فرنسي تولي تسمي على محمد صلى الله عليه وسلم محمديه، وتحط له المسجد الاعظم تما اللي داير ظلال داير ظل على كل اذناب تاعهم. مجمع نتاع العاصمه ان شاء الله يكون مناره اسلاميه على مستوى كل الدول الاسلاميه، وهذه ما حابينهاش الجزائر، حابينها تكون في محمية من المحميات نتاعها. والفهم يفهم. هنا يبين باللي احنا بلادنا مازالت تعيش الصراع الايديولوجي من 1949 من عهد نصار الحاج وبن بله وايت احمد، هذه من جهه. لكن الصراع الان تطور اقتصاديا، لانه من بعد الانقلاب تاع 92 انا نسميه انقلاب كمواطن جزائري، انا هذاك الوقت هذاك الحدث نسميه انقلاب تاع الكترفندوز. واش صرا منه؟ الناس سيطرت على بعض الامور، على قطاعات حيويه بسبب الحراك. تم كما نقولوا احنا باليوهم، اللي راه في الحبس راه في الحبس، واللي راه برا راه مازال ينشط. هذا بالاضافه الى الامور الخارجيه. على بالي راح يتفهموني بعد ما نتوسع في الموضوع، لكن قبل هذا جيدوا سمعوا النائب البرلماني هذا في 2023 في عهد الرئيس تبون رئيس واش قال. او حاجه قاعده تصرى ما على بالناش بها واش هي. الطماطم ب 24,000، البلاكات العظام ب 60,000، الدجاج البارح 59,000، اليوم 60,000 باش تشري دجاجه تقام لك ب 150,000. ما كاش مناصب شغل، كاينه حاجه كيلكو بار. السيد رئيس الجمهوريه يقول في كلام ومن بعد التطبيق تاعو في ارض الواقع هناك ممارسات اخرى وكلام اخر. هل هذه مقاومه؟ ناس تقاوم التغيير. شكون الناس هذه؟ هذا هو السؤال المطروح. بالإضافة إلى ذلك راح نتوسعوا في الموضوع، وراح تكون منشورات مستقبلا إن شاء الله من الزريبة تاع المروك حتى القردة بني صهيون اللي راهم في الخارج. إن شاء الله تكونوا معنا وتعاونونا وتفهمونا، وعلى بالي بلي الأغلبية الصامتة راهي بالملايين وعندهم نفس الأفكار كيما احنا. إن شاء الله نتوفقوا ونخرجوا من الفيراج تاع 2024 على خير إن شاء الله. للحديث بقية بعد قليل. الناس اللي تقاوم التغيير من الداخل راهم باينين، اذناب العصابه، ويستعملوا وجوه كما هذا اللقيط اللي راكم تشوفوا فيه، والوجوه اللي راهي جايه من بعد. يستعملوا في الميديا، في الاعلام، في المواقع، الكذب، استعمال الحق من اجل الباطل، التلفيقات، السخريه، اي حاجه مهمه يتفهوها يقلبوها تافهه. طبعا كاين الناس المبردعه والدواب اللي يتبعوا فيهم، لكن كي نهضروا الواقع. تبون في 2017 العصابه لعبت صفرة ربح وحوزته. لا حوزته لانه وبعض من الناس كيفو كانوا رافضين الشيء اللي كانت تصير فيه البلاد كانت مسروقه. كان الاقتصاد، العداله، التربيه، التجاره، حتى الدفاع
حتى وزارة الدفاع التي استقلت من هذاك الكلاب في 2015 قبل الحراك ب4 سنين. هذه الفئة هذه كانت مسيطرة على البلاد. جاء الحراك هذا في الأشهر الأولى كان حراك شعب، لكن من بعد كيف حاولوا يديروا انقلاب عليه ولا في حراك فئة. ما ندخلوش في التفاصيل، لكن الفئة هذه معروفة، هي اللي خاسرة درك حاليا مصالحها وإيديولوجيتها. الرئيس تبون ترشح وكان ما عندوش الكوراج ولا ما كانش فيه ريحة الوطنية والله ما يترشح، يحكم دارو ويهني روحه. لكن كانت البلاد في خطر يا ناس. كنا رايحين مرحلة انتقالية، نعاودوا نهزوا لي كلاش لبعضنا، مرحلة تأسيسية تنقسم البلاد في نهاية المطاف. هذا كانت سيرة الأمور. كي نقولوا دوك حاليا شكون اللي راه يعرقل في البلاد الداخلية؟ دوك مثال كي تشوفوا وجه كيما هذا والله كيما هذه، هذو كانوا مع العصابة، كانوا يقعدوا مع عناصر العصابة الأساسية ويدافعوا على بعضهم لحد الآن، مازالوا يدافعوا على بعضهم. وين راه المشكل؟ انه رئيس تبون انه يحارب التجارة الفوضوية، انه يحافظ على الدوفيس على البلاد. وين راه المشكل؟ انه رئيس تبون يحاول يدير الرقمنة. وين راه المشكل؟ انه الرئيس يحاول يدير مشاريع كبرى. غارج بيلات من الاستقلال ما قدرناش نديروه حتى طلع الرئيس تبون رئيس. تاع تبسه كيف ما قدرناش نوسعوه ونكبروه حتى جاء الرئيس تبون. كاينه ناس عندها ايديولوجيه، كل شيء يصير دخل الراس، عندها ايديولوجيه ما تحبش انه البلاد هذه يقودها انسان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله قولا وفعلا. هذه اولا. ثانيا يحب يخدم الشعب تاعو لصالح الشعب تاعو، عكس هذو انه يخدموا مصالحهم الخاصه ولو كان الخاسر فيها هو الشعب والبلاد. رئيس تبون حكم البلاد، جات كورونا الله غالب العام ولا عامين هذيك الاولى، لكن هكذاك وما يئسش، لانه له كاين رجال راهي دايره به حاليا وراهي يدعموا بلادنا يا ناس. حاليا راهي تواجه راح تواجه في 2024 الغام كبيره. لهذا احنا رجعنا للنشر بطريقه بسيطه للناس اللي تفهمنا والناس اللي كيما احنا، وهي راهي بالملايين وهي الاغلبيه الصامته. الرئيس تبون راكم تشوفوا راه مره على مره في بلاد سواء في اوروبا او في اسيا. علاه؟ لانه يحاول يسترجع المكانه تاع الجزائر اللي لازم تكون فيها. وشكون اللي ما يعجبوش الحال؟ طبعا كاين اللقطاء تاع بلادنا، الخونه الحركه اللي راهم داخل وخارج. ثانيا كاين بعض الدول باينه. اول دوله اللي ما تحبلناش الربح كما نقولوا احنا هو الجار المروكي المتصهين. الجار المروكي المتصهين كشعب عنده فئه شريفه، لكن الله غالب عليهم، مدمورين للعلو، ما عندهم ما يتحركوا. الفئه اللي راهي مسيطره هما الفئه اللي عندها الديانه اليهوديه، مغاربه يهوديين. العائله تاع محسيس هذا اقراو عليها من مصادر محايده تلقاو خوالو يهود. كي تشوف المستشار تاعو يهودي صهيوني، ما نقولوش يهودي كديانه، صهيوني. كي تشوفوا شكون اللي حاكم الاقتصاد تاعو فرنسا اصلا متصهينه. نزيدوا نروحوا لبعض الدول الخليجيه اللي خايفه اعاده ظهور الجزائر الى في الساحه الدوليه. الدول الخليجيه كي نقولوا مثال الامارات، بعض او الدوله العميقه اللي راهي في السعوديه يخافوا، لانه على بالو باللي رئيس تبون يحمل الفكر البومديني. الفكر البومديني هذا ما يقبلش انه ملك يحكم الشعب تاعو بالدفتر العائلي ليفري فامي، هذا يجي يسيطر على الامه الاسلاميه ويتكلم بها. حان الوقت باش احنا نرجعوا والرئيس تبون يحوس يرجع. لكن في المقابل كاين بعض الدول الخليجيه ما شاء الله، نقدروا نقولوا عمان، نقدروا نقولوا الكويت كمثال. هذه الدول ما شاء الله كما نقولوا احنا تعرف قدرها وتحب الخير للامه. احنا حاليا يا ناس رانا في واحد المشكل كبير. المشكل تاعنا احنا اولا كجزائريين هو اللي راهم للداخل. عندنا المبردعين، هذو الدواب، هذو اللي يصدقوا زيتوت ويصدقوا امير ويصدقوا، ويقول لك هاو الدجاج غلا ومن بعد الدجاج يهبط ينساوه، هاو السكر راح. السؤال مطروح، يا هل ترى رئيس تبون ولا يقطع لك في يزيد لك في الدجاج، ولا راه يقطع لك في الزيت، ولا يقطع لك في السكر. هو راه يحاول باش يكون انتاج محلي. راه يقول لك الزيت يا خويا ننتجوه هنا، السكر نديروا له الماده الاوليه تاعو هنا. هذا واش راه يقول؟
الناس اللي والفت انها دير دراهم على ظهر الشعب وتزيد تربح دول عدوة للجزائر، هذه هي الناس هي اللي راهي تكافح في هذا التغيير. طبعا تستعمل هذا الناس هذا القواطه هذو اللي راهم بيناتنا، كاين اللي جاهلين كما نقولوا احنا جاهل، وكاين اللي نذل من عند ربي. هذا هو الصراع اللي رانا عايشينه. في 2024 راح نشوفوا حوايج كبيره، الغام راح تنفجر. انا واحد من الناس نتبع في الامور هذه، ولا اتوقع باللي راح تكون فتنه كبيره، لكن عندي ثقه في مؤسسات الدوله اللي دات من جا الرئيس تبون بدا ينصب على راسها رجال وطنيين يسيطروا ما يخافوش. حتى العداله راهي تخدم في خدمتها. ونقدر نعطيكم مثال، وراهي الناس اللي كتقول لك يحيى والله ما يدخل الحبس، وراهي الناس اللي تقول لك والله حداد وكوكيناف ومشاكل اللي كيفهم ما يدخلوش الحبس، كاع راهم في الحبس. اللي يقول لك ما راهمش في الحبس قولوا نتحداك تعطينا دليل. بصح رغم ذلك كاين امور لازم يقوم بها المواطن عليه ان يكون واعي. يا خويا غلاو لك الدجاج ما تشريهش فقط. واش خساره ما تاكلش، راح تموت كي ما تاكلش الدجاج 10 ايام ولا 15 يوم. هذا كمثال، انا مش نهضر على الدجاج والله كمثال. اما المشكل الخارجي، عندنا دول راهي تهاجم فينا اعلاميا. المروك، انا واحد من الناس من 2011 وانا في المواقع خاصه في الفيسبوك من 2011 المروك يهاجم فينا ويشوه في الصوره تاعنا. شغل عندك جار ودائما يقول فيه وفيه وفيه، متى تخطب لك طفله ما يزوج لك طفل. هكذا المروك، خاصة مؤخرا من خرج لها طاي ورانا نشوفوا شكون اللي راه حاكم في المروك. الفساد اللي راه فيه، الفساد الاخلاقي، الفساد الاقتصادي، الفساد السياسي. مجرد كاين بعض القنوات راهي تلمع فيه باش يبان مليح، وهو المروك اقسم بالله العلي العظيم غير عباره عن زيقو بما فيه من جرذان. وعليه نحاولوا احنا كمواطنين، ووفرنا ربي هذه المواقع باش نكونوا واعيين ونولهوا الناس باللي كاينه اخطار راهي دايره بينا هنا في البلاد هذه، ولازم لنا نواجهوها بالتوعيه بين بعضنا ونثقوا في بعضنا. وما زالت الايام ونعطي لكم ادله على الكلاب اللي راهم في الداخل واللي راهم في الخارج.